الحافظ العراقي، وكان من الحفاظ هذا الحافظ العراقي، ألف كتاب سماه المورد الهنيء في الصلاة على النبي، فيعني بين فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المولد الهنيء في مولد النبي، في بيان أن المولد جائز. والإمام السيوطي سئل في كتابه الفتاوى قال: رفع لي سؤال فألفت رسالة سميتها حسن المقصد في عمل المولد. نعم. رفع له سؤال: ما حكم عمل المولد؟ الإمام السيوطي معروف صاحب عدة كتب وعدة تفاسير رضي الله عنه، ما حكم ما يفعله المسلمون من أن يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن وذكر سيرة النبي؟ فقال: يثابون على هذا الفعل ولا بأس في ذلك. والحافظ ابن حجر العسقلاني كذلك قال: استخرجت له أصلا من السنة. الحافظ ابن حجر، لأنه يشير بذلك إلى أن النبي دخل المدينة فلما سأل اليهود لما يصومون يوم العاشر من محرم عاشوراء، فقالوا: لأنه يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فالنبي ماذا قال؟ نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصومه. ابن حجر أخذ من هذا الحديث جواز عمل المولد لإظهار الشكر لله على إخراج سيدنا محمد في مثل هذا اليوم. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصوم يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه. معناه اليوم الذي ولد فيه سيدنا محمد له شأن، بل إن هذا اليوم صرخ فيه الشيطان صرخة ما صرخها إلا كما صرخها لما نزلت الفاتحة ولما طرد من الجنة كما جاء في الحديث، وصرخ عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فمولد النبي شيء له شأن عظيم عند المسلمين، فلذلك كل ما جاء هذا اليوم يذكرون أبنائهم، يذكرون أهلهم، يذكرون أنفسهم بهذا النبي العظيم وما له من الخيرات وما له من المأثورات وما فعل من الخير الذي يذكرونه كل يوم، ولكن يزيدون في هذا اليوم الذي من باب إظهار الفرحة والسرور بقدوم هذا، من باب إظهار الفرحة والسرور بقدوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور، باختصار لو تحدثنا عن البدعة الضلالة التي تتعلق بالأصول مما حصل من بعض الفرق مما أحدثوا في أمور الدين التي تخالف أصل الشريعة الإسلامية. البدع كما قلنا منها قسمين: عملية ذكرنا أمثلة عليها، مثل قول كما يذكر عند الذكر بدل ما يقول الله يقول هذا لا يجوز. نعم. وأما الاعتقادية كبدعة القدرية الذين أنكروا القدر، قالوا الله تبارك وتعالى لم يقدر الخير، لم يقدر الشر، إنما قدر الخير فقط. وهؤلاء يقال لهم القدرية المعتزلة. بدعة أبو معبد الجهني يقال له. وقالوا إن الله تبارك وتعالى كان قادرا أن يخلق أفعال العباد، ولكن بعدما أعطاهم القدرة عليها صار عاجزا. ويقولون أيضا ضلالات أخرى، منها أن الإنسان مرتكب الكبيرة له مؤمن وله كافر، هو في منزل بين المنزلتين. وينكرون رؤية الله تبارك وتعالى، وينكرون كلام الله تبارك وتعالى، يقولون أن الله ليس بمتكلم، وهذا ضد القرآن. الله تبارك وتعالى قال: وكلم الله موسى تكليما. فيجب الاعتقاد أن من صفات الله صفة الكلام، ويجب اعتقاد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا المبدوء بسورة الفاتحة المخطوط بسورة الناس يقال عنه كلام الله، ولا يجوز أن يقال عنه كلام جبريل، ولا يجوز أن يقال عنه كلام محمد، إنما هو أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن مع اعتقاد أن الله متكلم لا ككلامنا، لا يشبه كلامنا، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. ثم أيضا من البدع بدعة الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. نعم. ويقولون مرتكب الكبيرة كافر، إذا شرب الخمر كفر، إذا لم يصلي كفر، إذا مثلا أكل الربا كفر. هذه بدعة الخوارج يقال لها. هؤلاء خرجوا عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وأهل السنة كما قال أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه من جملة رسائله قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. ما دام لم يستحل هذا الذنب ولو شرب الخمر عليه معصية من الكبائر. هؤلاء كفروا، لكن هؤلاء كفروا، قالوا هذا صار كافرا يخلد في النار. نحن لا نقول ذلك. أهل السنة يقولون هذا عليه ذنب ينبغي أن يتوب، وكذلك باقي الذنوب التي عقوق الوالدين وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم أن أبا ذر قال: سمعته يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان.
قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق، يعني وإن ارتكب هذه الكبائر ما لم يستحلها لا يكون كافرا، إذا شاء عذبه الله ثم يخرجه ويدخله الجنة وقد يعفو الله عنه. فالنبي قال وإن زنى وإن سرق، فعاد أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق، قال الرسول وإن زنى وإن سرق، فعاد أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق، قال النبي وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. معناه رضي أبو ذر أم لم يرضى؟ هذا الحكم، وليس معناه أبو ذر لا يرضى، بل هو يسلم لله ولرسوله. ولكن هذا يدل من نبينا محمد أنه لا يجوز أن نكفر مرتكب الكبيرة. مجرد ما رأينا إنسان ارتكب كبيرة لا يجوز أن ترميه بالكفر تقول له يا كافر. هاي مسألة التكفير ليست مسألة هينة، ينبغي للشخص أن يحفظ لسانه ولا يطلق العنان له بأن يكفر المسلمين لمجرد أنهم فعلوا ذنبا. ودين الإسلام واسع ليس ضيقا حرجا، بالتالي يصير القلاقل ويصير الفتن وتصير الاضطرابات كما نرى ونشاهد الآن في زماننا بسبب سوء فهم القرآن الكريم وسوء فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني دكتور من البدع التي صارت تظهر بين من يدعي الإسلام وهي بالأصل من أقوال الفلاسفة كبدعة القول بحوادث لا أول لها. نعم، هذه بدعة من مخالفة للدين، قالوها الفلاسفة أرسطو وغيره غير أرسطو. هذا القول بحوادث ليس لها بداية. نعم. حادث يقول لكن ما له أول، هذا كلام لا يقبله العقل. صحيح. هذا معنى كلامه أننا نحن لسنا موجودين الآن، لأنه إذا قلت هذا الحادث كان قبله حادث وذاك الحادث كان قبله حادث إلى ما لا بداية، معناه لم نصل إلى هذا الحادث الأول الذي نحن موجودين فيه. ما دام ما لنا أول وفراغ ما لا أول له لا نهاية له، كيف وصلنا إلى الحادث اليومي الذي أتكلم أنا وإياك بهذا الموضوع؟ لو كان لا أول لنا، لأنه نحن حوادث. نعم. لو كان ليس لنا بداية لما وصلنا إلى هذا الحادث الموجود، فهذا يرفضه العقل ويرفضه الشرع الحنيف. نعم، يعني هذه الفرق التي عارضت ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الاعتقاد، مثل القول بأن الله تبارك وتعالى ما خلق أفعال العباد. نعم. أو قول الله تبارك وتعالى خلق الخير ولم يخلق الشر، أو أن مرتكب الكبيرة كافر. كذلك القول بالتشبيه، أن الله يشبه شيئا من خلقه، أو أن الله يجلس على العرش، أو أن الله له وجه مثلنا، له يدين مثلنا، له شفتين، له لسان، له أذنين. هذا كذلك من بدعة يقال بدعة التشبيه، بدعة المشبهة. نعم. هذا تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر. إنما صار بعد ذلك من يعتقد أن الله جسم مثلنا، إنسان له عرش يجلس عليه وله كرسي يضع قدميه عليه، جعلوه والعياذ بالله مثل ملك من ملوك الدنيا، فشبه الله بخلقه. والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا إلى عرش ولا إلى سماء ولا إلى كرسي ولا إلى شيء من المخلوقات، فهو غني عن العالمين ونحن الفقراء إلى الله. نعم. يعني هذا توضيح واضح دكتور وليد لهذه الأمور التي تخالف الأصل من أصول الشريعة الإسلامية. يعني المسلم يظهر له أن هذا يخالف الشرع وأن هذا يوافق الشرع إذا رجع إلى الكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة المحمدية. يعني بعد هذا يظهر الحق في أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من العلماء كانوا على هذا النهج، أن الزيادة التي تخالف الأصل هي زيادة مذمومة. نعم. وأن الزيادة التي لا تخالف أصلا من أصول الشريعة في القرآن والسنة فهي ممدوحة، تدخل تحت قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وتحت حديث النبي من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. له أجرها. بارك الله فيك دكتور وليد. آمين وفيك. أدركنا الوقت، إن شاء الله تعالى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. بارك الله. نشكر لكم أيها المشاهدون الكرام حسن مشاهدتكم لنا، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله. ومني لكم أنا زيد المصري أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.